السلام عليكم. عندنا منتخب وما عندناش مدرب. كيف ما شفتوا اليوم وليد ركراكي دار بزاف ديال التغييرات في التشكيله الرسميه تاع المنتخب، وهذا الشيء هذا اثر على النتيجه تاع المباراه واثر على اللاعبين، لانه باش كتجي في واحد الماتش اللي رسمي وشكليا نقدروا نقولوا بانه هذا الماتش هذا ماشي مهم بزاف، ولكن مهم بالنسبه للتصنيف نتاع الفيفا ومهم بالنسبه للاعبين، لانه واحد الماتش اللي غتلعبوا مع ليسوتو، واحد المنتخب اللي منتخب ضعيف ما عندوش واحد الصيت في افريقيا، ما منتخب اللي ما معروفش بزاف، باش غادي تجي وتلعب ضده وغادي تعادل ضده، اللاعبين الثقه ديالهم غادي تنقص، وغيكون من بعد ما كنتي كتبني واحد ليكيليبر غادي تولي في واحد ديزيكيليبر، صافي اللاعبين غيفقدوا الثقه في راسهم، المنتخب الخصم غتزاد ليه الثقه لانه دخلتي بواحد اللاعبين اللي هما لاعبين مازال ما عندهمش خبره، لاعبين اللي ماشي من الثوابت. ملي كتجي تبدل ولا كدير واحد التغييرات داخل التشكيله، كتغير واحد جوج ولا ثلاثه ديال اللاعبين، كتعطيهم فرصه باش انهم يبينوا شنو عندهم، باش غادي تجي وغتغير في التشكيله كامله غيكونوا في كاع لي بوست، غيكونوا لاعبين اللي مازالين ما داروش بلاصتهم، لاعبين اللي مازال خصهم يتجربوا، مازال خصهم يلعبوا ماتشات مع اللاعبين اللي هما كما كنقولوا الاساسيين، لاعبين اللي هما من ضمن الثوابت نتاع المنتخب المغربي. وهذه الفكره هذه كيامن بها وليد ركراكي، لكن اليوم في هذا الماتش هذا ما خدمش بها، دخل لاعبين جداد، لاعبين اللي مازال عندهم واحد كما نقولوا واحد الهامش ديال التطور، مازالين عاد خاصينهم مباراه باش غادي تزاد لهم الثقه في راسهم، باش انهم غيبينوا على المستوى نتاعهم. كيف ما قلت ما خصش تجي وتدخل لاعبين كثار، يعني تدخل 7-8 ديال اللاعبين في خطره واحده وباغي انت تشوفهم في ماتش اللي هو رسمي بطابع تقريبا ودي. ولكن الاشكال هو انه الا تغلبتي في هذا الماتش كيف ما قلت الثقه نتاع اللاعبين غادي تنقص، والتصنيف نتاع الفيفا حتى هو يا اما غتبقى في نفس التصنيف يا اما غتراجع، وهذا الشيء هذا غيأثر على المنتخب. منين شفتي بانه هاد اللاعبين ما داروا حتى شي حاجه، يعني الماتش غادي في انه غيبقى بالتعادل السلبي، دخلتي لاعبين اللي هما الاساسيين اللي هما من بين الثوابت نتاع المنتخب، لكن لقاو مشكل لانهم ما دخلوش من الاول، لقاو مشكل لانه منتخب ليسوتو بحال الا تاقوا شويه في راسهم وتا هما بحال الا ولاو ضاغطين ولاو مزيرين، وهذا الشيء هذا خلق متاعب للمنتخب المغربي، بالرغم من انهم دخلوا اللاعبين اساسيين، اللاعبين اللي عندهم مكانه وعندهم قيمه في المنتخب، اللاعبين اللي مولفين كيلعبوا مع بعضياتهم، اللاعبين اللي عندهم كيف ما قلت مكانه داخل المنتخب الوطني، الا انهم لقاو واحد المشكل، لقاو واحد الصعوبه، لانه كيف ما قلت ما دخلوش من الاول نتاع المباراه، والمنتخب نتاع الخصم بحال الا تاقوا في راسهم، منين تاقوا في راسهم يعني حتى هما زيروا، وكانت النتيجه متجهه انه يكون التعادل السلبي، وهذا التعادل هذا ماشي في صالح المنتخب المغربي. فكنظن بانه بالنسبه لهذا القرار ديال انه تدخل لاعبين جداد باش تسليهم باش تجربهم، ودخل يعني اكثر من 3 ديال اللاعبين، نورمالمون ملي كتبغي تسيي ولا تجرب واحد اللاعب ولا كتدخل لاعب جوج حتى 3 مع اللاعبين اللي هما كما نقولوا الاساسيين، اللاعبين اللي هما من الثوابت نتاع المنتخب، ماشي غادي تجي تدخل بزاف نتاع اللاعبين، غادي تجي تدخل عبقار، غادي تدخل ادم ازنو، غادي تدخل عدلي حتى هو مازال كنعتبره ماشي من الاساسيين نتاع المنتخب، ماشي من الثوابت، غادي تدخل شكون اخر عاوتاني، غادي تدخل اخو ماش، الكعبي لاعب اللي كنقدروا نعتبروه من الثوابت، ولكن انا حاليا كنشوف بانه اللاعب اللي هو كيف ما نقولوا راس حربه، كنشوف بانه الرحيمي هو اللي يستاهل يكون اساسي كراس حربه. النصيري حتى هو كان اساسي، كان من بين الاساسيين، ولكن المستوى نتاعو تراجع شي شويه، نقدروا دابا نعطيو البلاصه ديالو للرحيمي. شكون اخر بالنسبه لعاوتاني شكون بالنسبه للوسط عاوتاني اسامه ترغالين وريتشاردسون، حتى هادو مازال ما نقدرش نعتبرهم من اللاعبين الاساسيين تاع المنتخب. اللاعبين الاساسيين هما بالنسبه للوسط نقدروا نعتبروا وناحي وامرابط، هادو لاعبين الاساسيين، لاعبين اللي كيعتمد عليهم المنتخب المغربي، باش غادي تجي كيف ما قلت وغادي تدخل بزاف نتاع اللاعبين اللي مازالين عاد كيديروا بلاصتهم مع المنتخب، ومازال عاد خاصها تعطيهم فرصه باش يبينوا على شنو عندهم، تجي تدخلهم في واحد الماتش كاملين تشاركهم، فكون اكيد بانهم ما غاديش يعطيو النتيجه المرجوه. والحمد
لله أنه إبراهيم دياز نقد الموقف وسجل الهدف في الدقائق الأخيرة في الوقت بدل الضائع، سجل الهدف وانتهت المباراة لصالح المنتخب الوطني المغربي. أما كانت غتكون واحد الحملة اللي غتكون ضد وليد الركراكي على هذه التشكيلة هذه اللي دخل بها اليوم. كان هذا هو التعقيب أو التعليق نتاعي على هذه المباراة. نبغي نشوف الآراء ديالكم في التعاليق ونتلاقاو في فيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.